السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. عاودة مرة أخرى مع توحة. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نطيبوا جميع الرجلة، ديك النبتة الصيفية الرجلة مع العدس. هنا في هاد الكوكوت ضفت زيت العود، القليل من زيت العود والثومة. ضروري الثومة البنات في هاد الرجلة مع العدس، الثومة كتعطي واحد النسمة رائعة. ضفت الثومة وشحرتها، بديت كنشحرها وزدت عليها البصلة جوانح. انا كتعجبني البصلة هكا في العدس هكا جوانح. ومع ديك الرجلة يعني ما غاديش تبان بزاف. القليل من الطماطم، ممكن ديروا مطيشة طرية. انا راه كانت عندي هذه تاع الحك، درت منها واحد 4 معالق. الملحة مع التشحار، ضفت الملحة، التحميرة والبزار. ما كنكترش فيها يعني الإقامة بزاف، العطور بزاف باش نذوق مذاق العدس مع ديك الرجلة. وضفت قياس كاس د العدس باش ما حقاش عندي غير قليل، غير انا والزوج اللي غادي ناكلو هادشي. ضروري في الصيف ما نديرو ديك الرجلة. دزت هنايا الطنجرة راه كطيب، داك العدس كيطيب. قطعت ديك الرجلة، كتجي لذيذة، انا كتعجبني بزاف لدرجة بعض المرات كنقطعها وناكلها خضرة. كنحيد لها دوك العواد الكبار، نقطعها وناكلها خضرة، كتعجبني بزاف. مذاقها كيعجبني ما بين حلو وحامض. بعد ما طاب العدس قريبة يطيب، يعني ماشي ما طابش كامل، وضفت عليه ديك الرجلة مقطعة باش تبقى النسمة ديالها باينة. ما خصهاش تدار في الاول مع العدس، واخا كيطيب بسرعة يعني حتى قرب يطيب عاد ضفت عليه ديك الرجلة. وضفت واحد القليل من القزبر معدنوس هكا مقطع، والهريسة كتجي معاه لذيذة بزاف. واللي بغى هكا في الاخر يضيف عليها الهريسة ديك المغربية، ديك الحمراء اللي عندها الشابو خضر، الغطاية خضراء، او كتجي معاه لذيذة. انا بعدا كتعجبني بديك الطريقة مع ديك الهريسة. هكذا البنات صافي، غير ما كملش 10 دقائق، ما كاملاش حتى كانت واجده الزردة ديالي اليوم. انا والزوج مع الحار ما نقولكمش. من من يعني الاكلات اللي ما كدارش دائما، يعني مره في شحال مي كنتوحشوها كنديروها. هكذا قدمت الطبسيل ديالي، كل واحد بطبسيلو، بالصحه والراحه. نتمنى البنات تجربوا هاد الاكله هذه الصيفيه اللي فيها هاد الرجله، هاد النبته رائعه ولذيذه ومغذيه صحيه. والى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.